يا شحيبه حبيبي يا باشا. اشهر واحد بتاع فواكه لحوم في مصر. حبيبي يا باشا. الناس كلها بتجيله من كل المحافظات. ربنا يخليك. منور يا شحيبه. نورك يا سعاده الريس. الناس بيكتبوا عنك كومنتات وعايزينك ترد عليهم. واحد بيتهمك بالغرور. انا بص يا باشا، مش هنشتغل بايدينا ولا نشتغل بنفسنا، كل حاجه بنعملها بايدينا. لما غرورنا نقعد على كرسي والصناعيه تدور المكان، بنشتغل قبل الصناعيه والزبائن اللي تقول، مش احنا اللي نقول. دي اخر حاجه نفكر فيها. احنا عمرنا بص، احنا كنا بالعربيه في الشارع وربنا كرمنا وفتحنا المحل، بس عمرنا ما نصورها على حد. ليه؟ احنا خدامين الصغير قبل الكبير عشان لهم ادعيشنا. برضه من ضمن الكومنتات الاكل بتاعك بيبقى بارد. يا بيه، ما الزبون طالب في التجمع، لا الطلب بيطلع من هنا، ما لو بينزل من هنا للطاسه على الترابيزه ما بياخدش لحظات. بس الزبون طالب في التجمع، طلب بيطلع حط في مكنه ويطلع عقبال ما يتفرش ويتعمل والزبون ياكل. طب ما لازم يبرد. ان انا ساعات المشاوير البعيده بقول لهم انا اسف، الحاجه مش بتاعتي، مش هتعرف توصل لكم في الميعاد المناسب. طب ما هنا اهو، فين الشكاوي؟ للاسف الباشا جه واحنا مش شطابين. دي بقى عادات النجاح. اللي يقول يقول، بس احنا معانا ربنا، واللي معاه ربنا ما يهموش حد. هقول لك كلمه وارجو ان انت ما تتضايقش منها. والله ما بتضايق من اي حاجه. بيتكلموا في نظافه الاكل. لا دي الحمد لله الزبون اللي يقول، مش احنا. ده الزبون اللي يقول مش احنا خالص. الزبون اللي يقول والحمد لله معروفين احنا ايه. طب والسعر؟ لا السعر مش هو للجميع. لا الناس بتقول عليك السعر غالي ولازم عشان تاكل اجيب. لا من اللي قال لك الكلام دوت؟ انا عندي بيبدا الطلب لو معوش ال 10 جنيه هياكل. تحلف بالله؟ بالله عليك والله العظيم، والله العظيم لو معوش كمان هياكل. واحد يكتب كومنت عاوز يتشهر، يتشهر يا عم، يتشهر. اسهل من الشهرة. الشهرة موجودة اهي للجميع، بس بقى ايه، عندك ضمير اتكلم بما يرضي الله. لا هو بالنسبة للأكل الله أكبر، شحيبة الله أكبر. فقير غني بيجي ياكل، يعني هنا فقير غني بيجي ياكل، وأكل يشبع وأكل كتير واللي أنت عاوزه، والطعم مش غالي وفي غالي وحاجة الله أكبر زي ما أنتم شايفين، وقاعدين في نص البلد وعلى الشارع العمومي، وحاجة طيبة وحاجة كويسة وحاجة نظيفة، وكل اللي شغالين هنا ناس نظيفة وملتزمين بالشغل، وحتى فانيلاتهم حتى هدومهم، يعني حاجة الله أكبر. لا ده هنا الله أكبر، أكل سخن على طول بينزل طازة من مؤاخذة من على النار لإيدينا للأكل على طول. إزاي يبقى بارد مؤاخذة؟ هيقعد إزاي؟ هو الأكل هيستنى الزبون؟ ده هو أول ما بيحط لنا الأكل بينزل سخن وبينزل زي ما أنت شايف. بص حتى مؤاخذة الشوربة سخن، الحاجة سخنة، حاجة لسه طازة جاية من المحل، والمحل مش بعيد عليا، كل حاجة شايفها، حتى الطاسة حتى النار، مفيش حاجة مش شايفها. صاحب المحل واقف والناس اللي شغالة واقفين، حاجة الله أكبر، حاجة تشرف يعني. اتفضلوا معانا. كلمة لكل واحد جه كل عندك واتبسط، وكلمة لكام واحد جالك في الأكل هنا وما اتبسطش. الناس دي تقول لهم إيه؟ يا باشا لو في حاجة مزعلاك تعالى لي، خش لي جوه قول أنا زعلان من 1 2 3. والزبون اللي بيتبسط ده كده كده الحمد لله، عشان ده شغلنا الحقيقي مش اكتر ولا اقل، واعلان للناس كلها. عرض لمذيع الحاره، تعمل ايه لمذيع الحاره لمده اسبوع؟ الطلب ابو كام تحسبه لنا بكام؟ ايه العرض بقى اللي هتقدمه لنا ابو 100 جنيه ده؟ عن ربع مشكل وعليه ممبار وعليه واحد فته ب 100 جنيه. ربع مشكل وعليه واحد وعليه واحد فته وعليه واحد ممبار. ممبار قد ايه؟ حته قد كده؟ لا مش حته قد كده، وفي حته قد كده. انا كده كده بنحط دي اكتر من دي على الطبق. ممبار قد ايه بقى ممبار؟ طبق حلو صغير كده. طبق صغير ومعاه طبق مشكل. ومعاه طبق هو ربع مشكل. واللي هو الربع مشكل واحد فته. واحد فته والمخلل وسلطه الطحينه وسلطه القوطه. وعنينا للناس كلها واللي يجي ينورنا. شوربه شحيبر الصراحه ما يعلاش عليها، كلها دسم، واحنا بنيجي هنا ناس كبار بنيجي نمسك جسمنا، والاكل اللي بيمسك الجسم الصراحه، واكل الله اكبر عليه. لو وحش مش هندفع فيه فلوس، واي حاجه احنا بنعوزها بناخدها. وشحيبر من عندنا من الحسانيه وحنين على اي حد، غريب بقى قريب، هو بينزل زي ما بينزل كده زي ما انت شايف، وناس محترمين يعني، والناس اللي عنده محترمين. بص حضرتك الاكل نازل عامل ازاي، مش قادره اقول لك. بص الحاجه دي اللي بتمسك الجسم، يعني انا عندي 45 سنه ما بقدرش امشي لما باجي عند شحيبر،
ارم عظمي وامشي. عايز اقول حاجه بالنسبه للاكل بتاع شحيبر، من المميزات اللي هي بتاعت المذبح الحاجه الطازه. فاحنا بنقول الكلام ده بما يرضي الله، ونتحاسب عليه كمان يوم القيامه. مش هنتحاسب عليه كده بس قدام الناس، يوم القيامه. من انظف الحلويات اللي بيعملها شحيبر من ايام ابوه وابنه محمد. بسم الله ما شاء الله، الشباب المحترمه بتعمل حاجه فعلا على اعلى مستوى.